بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لاهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم. بص يا حبايبي، النهارده انا هعمل معاكم الكشري المصري. انا عملته قبل كده مرتين. اول حاجة عملتها حمرت التقلية الجميلة دي في الزيت ونشلتها، تمام. وبعدين رحت حاطة مكان الزيت بعد ما صفيته من التقلية ادي الشعرية، خدت اللون الجميل ده، تمام. وهصفيها من الزيت، تمام. ادي الحمص كنت نقعاه من بالليل وسلقته، تمام. ادي العدس ابو جبة غسلته ونقعته لمدة 10 دقايق وسلقته. ادي الصلصة، حطيت شوية زيت من مكان تحمير التقلية، وادي حطيت الطماطم عليها. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. وده كان الشكل النهائي للكشري بتاعي النهاردة. ألف هنا وشفا. كشري كده بقى يعني عالمي زي ما بيقولوا. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.